السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم اغلى متابعين؟ عاملين النهارده؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. كل سنة وانتوا طيبين يا احلى ناس في الدنيا. النهارده ان شاء الله هعمل لكم رز بلبن بجد حلو جدا جدا ومش مكلف، وكمان هتلاقيه كريمي جدا جدا ودايب كده في البق. هقولكوا على شوية تريكات وتفاصيل مهمة جدا جدا هتنجح معاكي الرز بلبن لو اول مرة تعمليه، وخطوات بسيطة بس مهمة جدا. امشي معايا النهارده على كل يعني الطرق وكل التركات كده بالراحة، وقولي بسم الله وان شاء الله هينجح معاكي. بس عايزين قبل ما نبدأ نصلي على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تاني حاجة كمان ما تنسيش تحطي لي لايك، ولو مش مشتركة عندي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه. وشكرا لكل الناس الحلوة اللي عندي في القناة اللي بتشجعني بكلمة او بلايك حتى. شكرا ليكم يا احلى الناس من قلبي. يلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل رز بلبن جميل دوت ازاي. وكمان لو عايزة تعملي كله في الفرن زي ما انا عاملاه في الطاجن الفخار كده هيبقى رهيب جدا جدا. طبعا في ناس بتحبه بالطريقة دي جدا، حبيت ارضي جميع الاذواق النهارده وعملت كده نوعين. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف هنحتاج ايه النهارده. مبدئيا كده لازم نبدأ بالرز واللبن، ودي أهم خطوة. يعني مثلا عندك كوباية الرز لازم ولا بد تحطي عليها 4 كوبايات من اللبن. ما ينفعش تقولي كوباية من الرز عليها نص كيلو من اللبن، ده مستحيل، وطبعا هيبوظلك الوصفة جدا وهيبقى الرز أكتر من اللبن وده غلط جدا. تمام، دي أهم خطوة. أنا دلوقتي حطيت كوبايتين من الرز عليهم 8 كوبايات من اللبن. هزود رز هزود كمية اللبن، دي خطوة أساسية ولازم تكوني معتمداها في الرز بلبن اللي انت هتعمليه. تمام، معايا بقى كوباية كده كبيرة من السكر، طبعا تقدري تتحكمي في السكر زي ما انت عايزة. معلقتين من النشا، تلت كوباية من الكريم شانتيه، وربع كوباية من اللبن البودر، يعني ربع إلا معلقة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. غسلت كوبايتين الرز كده وحطيتهم في الحلة اللي هسوي فيها. تاني بقى نظرية ومهمة جدا جدا برضو المية. ما ينفعش احط مية قليلة واقول خلاص الرز استوى، لا انا بحط نفس كمية اللبن اللي انا هحطها على الرز. يعني حطيت 4 كوبايات من اللبن لما الرز يستوي، فاحط 8 كوبايات من المية علشان اسوي فيه الرز اللي انا هحط فيه اللبن. تمام، واضحة المعلومة دي ولا لسه؟ يعني انا عشان اسوي الرز هحط 4 كوبايات عفوا، على كوبايتين الرز هحط 8 كوبايات من المية. دي خطوة مهمة جدا عشان الرز برضو يستوي تماما تماما. هنزل دلوقتي باللبن المجمد، ودي برضو خطوة مهمة جدا جدا هتنجح معاك الرز بلبن وهتحسي فعلا بالطعم الكريمي. هو لو سخن اللبن وكده هيبقى حلو برضو كل حاجة، بس صدقيني جربي التركة دي وهتعرفي انا اقصد ايه. هنجهز دلوقتي بقى الكريمة اللي هنحطها على اللبن لما يستوي. هنزل بكوباية كده من الحليب او اللبن، عليهم يعني تلت كوباية كده من الكريم شانتيه، على ربع كوباية الا معلقة من اللبن البودر، وكمان ربع كوباية من السكر. وهبدأ اخلط الكلام ده كله مع بعض. طبعا انا مقللة السكر جدا جدا، يعني انا كمية السكر شبه مش حطاها اصلا علشان عايزة الطعم يبقى كريمي اكتر. فدي خطوة اختيارية تقدري تتحكمي فيها. انا عايزة الخليط يبقى كده، مش عايزاه يبقى تقيل او الكريم شانتيه تبقى تقيلة. هبدأ دلوقتي احط يعني معلقتين 3 كده من المية على النشا، وهبدأ اقلبهم كويس جدا مع بعض. متأسفة لو الفيديو طويل النهاردة، بس في شوية كده شروحات لازم اقدمها لكم واوفيها ليكم. معايا كده كوباية كبيرة خدتها من الرز بلبن اللي على النار. طبعا دي مهمة جدا، طبعا برضو من ضمن الخطوات الأساسية في الرز بلبن الناجح. هضربها في الخلاط بقى وانعمها كويس جدا جدا لحد ما تبقى كده شبه سايلة. بالظبط كده. هاخد بقى الرز بلبن او الكوباية اللي انا يعني نعمتها من الرز بلبن، هبدأ اضيفها كده على الخليط بتاع الرز بلبن على النار. بالظبط كده، وهستمر في التقليب بقى كويس جدا. انا ما بحطش ايدي في التقليب غير لما اتاكد ان خلاص الرز استوى وتمام. هبدا دلوقتي اضيف بقى كوبايه السكر وهستمر في التقليب على طول على طول، مش هشيل ايدي منه نهائيا لانه في اللحظه دي ممكن يتحرق من تحت. نزلت بقى بالمعلقه الصغيره من الفانيليا وهبدا اقلبهم كويس بالظبط كده.
ودلوقتي بقى لما اتأكدت ان اللبن اتغلغل في الرز بقى وكل حاجة اندمجت تمام، هنزل دلوقتي بمعلقتين النشا وهبدأ اقلب بقى كويس في المرحلة دي، لان النشا ممكن تكلكع معايا، فلازم ايدي تكون باستمرار كده في التقليب. اطفي عليه امتى؟ لما تلاقي فيه فقاقيع كده على الوش زي ما انت شايفة كده بالظبط، زي ما انت شايفة. هسيبه دقيقتين بعد ما يعمل الفقاعات دي، وبعد كده هطفي عليه. انا كده بقى نقلته عندي بعيد عن النار، وهبدأ اضيف الكريمة اللي عملتها. طبعا لو متوفر عندك قشطة تقدري تحطيها، بس انا استكفيت بالكريم شانتيه واللبن البودر، بصراحة اداله التست اللي انا كنت محتاجاله. حطيت كده كريم شانتيه وسبت كمية كده بسيطة، وهقول لكم في نهاية الفيديو انا سبتها ليه. هقلبهم بقى كويس واخلي الكريم شانتيه يندمج مع الرز بلبن كويس جدا. يعني انا شايفة لونه بجد حلو جدا، اللهم بارك. لون جميل قوي. هنجهز بقى في الوقت دوت الاكواب اللي هنصب فيها، ولازم تكون جافة تماما من اي مية، ونبدأ نصب فيها كده الرز بلبن. كده خلصنا الكمية بقى، هنجيب طاجن فخار، ودي يعني اقولك الناس اللي بتحب الرز بلبن في الفرن تعمل رز بلبن كده بجد حلو جدا، وطعمه لذيذ قوي. هنحط بس طبقة كده من الرز بلبن، وفي النص هنبدأ نضيف بقى شوية مكسرات. عندك بقى زبيب، على فول سوداني، على لوز، تقدري تضيفيهم طبعا، على جوز الهند. بدأت أضيفهم كده وأحط فوقيهم طبقة تانية كده من الرز بلبن. طبعا هنزل دلوقتي بقى بكمية الكريم شانتيه اللي شلتها في البداية، هحطها كده على الوش، وهحطه بقى في الفرن على الشواية ياخد لون بسيط من فوق. معايا بقى المكسرات اللي قلت لكم عليها، هبدأ دلوقتي أضيفها على كل طبق من الأطباق الحلوة دي. وبكده بقى نكون خلصنا الوصفة بتاعتنا النهاردة. يا رب تكون المعلومات قدرت توصل لكم بكل سهولة، ويكون الفيديو النهاردة مفيد بالنسبة لكم. أتمنى الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، وأتمنى تحطوا لي لايك وكومنت لطيف كده علشان أعرف إن الفيديو وصل لحضراتكم. وشكرا ليكم ولكل الناس اللي بتتابع فيديوهاتي. أشوفكم في فيديو جديد تاني إن شاء الله قريب جدا. ويا رب كل المعلومات اللي قلتها تكون بس يعني واضحة، علشان تنجح معاكم الرز بلبن لو أول مرة تعملوه. طبعا الكوبايتين من الرز عملوا الكمية دي، اللهم بارك، من الرز بلبن. شكرا ليكم لمتابعتكم النهاردة ليا، وبحبكم في الله يا أحلى ناس في الدنيا. شكرا ليكم وسلام.